السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نحضر معكم واحد الشوربه مميزه. هي في الحقيقه مرقه كتكال جنب الروز كياكلوها في البلدان الاسيويه. انا بغيت نحضرها في شهر رمضان كشوربه. كتجي بنينه شوربه ديال الملوخيه ولا ديال الباميه، حيت الملوخيه كيسميوها لحاجه اخرى في بلدان اخرين. مهم حنا كنسميوها الملوخيه. هذه عندي الملوخيه يابسه. كنت جففتها في الوقت ديال الملوخيه. انا غادي نوريكم الطريقه ديال التجفيف، ومن بعد ندوزو باش نحضروا الشوربه. هنا كان في الصيف، مهم كان في وقت ديال الملوخيه. صراحه ما عقلتش بالضبط. هنا جبت تقريبا نص كيلو ديال الملوخيه، غسلته مزيان وقطعته بهذا الشكل هذا رقيق باش دغيا كتنشف لي. راه كاين اللي كينشفها حتى هكاك وهي مجموعه بلا ما يحتاج يقطعها. من بعد ما قطعتها استفتها هكا باش كتنشف ليا دغيا. ممكن تنشفوها في الشمس ولا ممكن تنشفوها غير في الظل، يعني اللي بغيتو. دابا سالينا من الطريقه ديال التنشيف، غادي ندوزو باش نحضروا الشوربه ديالنا. مهم غادي ناخذوا من ديك الملوخيه اللي كنت نشفت، ما غاديش ناخذها كلها حيت راه غير كتشرب الماء، كتعاود ترجع للحجم ديالها الاصلي وكتطلق. واصلا ما خصناش نكثروا في الشوربه ديال الملوخيه منها، سواء كانت خضراء ولا كانت يابسه. صافي غادي نرقدها هنا في الماء طايب، وغادي ندوز نحضر الشوربه. هنا في واحد الطاوه نوضعها على النار، نضيف عليها الزيت، نخليه يسخن شي شويه، وغادي نضيف عليها واحد الكميه اللي تكون كبيره شويه ديال الثوم. هنا درت انا نص ديال راس ديال الثومه. المرقه ولا الشوربه ديال الملوخيه كتبغي الثومه، هذا هو السر باش كتجي بنينه. صافي غادي نخلي الطوماط تقلى، ماشي حتى كتحمر ولا حتى كنشمو الريحه ديالها. غير كنشمو الريحه ديالها كندوز كنضيف عليها قطع ديال اللحم. كتضيفوا الكميه اللي بغيتو، ولكن ضروري ما كديروا اللحم مع الملوخيه. ومن بعد غادي نضيف ديك الملوخيه اللي حيتها من داك الماء طايب، كنضيفها وتنخليها حتى هي حتى كتقلى وكتطلق ديك الماده اللزجه ديالها. وكنضيف الملح، كنضيف الابزار، وكنخلط المكونات. دائما فاش كنضيف شي مكون اكيد ما كنحركو باش كيمتزج مع باقي المكونات. دابا فاش طلقات ليا ديك الماده اللزجه غادي نضيف العصير ديال المطيشه على حساب الكميه اللي بغيتو نتوما، كيفاش بغيتو تجيكم المرقه. مهم راه كتبغي مطيشه. هنا درت 3 ديال الحبات ديال الطماطم، وكنضيف التحميره اللي هي البابريكا. وصافي كنخلط وكنسد عليها حتى كتقلى لي ديك المطيشه. باش تعرفوا ان مطيشه صافي راه تقلات، كيتغير اللون ديالها وكيولي غامق. كنضيف هنا الفلفله الحاره، هذه اختياريه اللي كيبغيها. وكنضيف الماء طايب. غادي نضيف واحد الكميه كبيره ديال الماء اللي غادي تكفيني حتى كطيب هاد الشوربه هذه. الملوخيه واللحم كيبغيو يطيبوا مزيان باش كتجي المرقه ولا الشوربه خاطره. صافي غادي نسد عليها وغادي نخليها حتى كطيب. غادي تاخذ معكم ساعه، ممكن اكثر الا كانت الكميه كبيره. كاين اللي كيدير قطع ديال اللحم تيكونوا كبار، فغادي تاخذ لكم في ديك الحاله وقت اللي هو اطول. هنا راه طابت، وهذا هو القوام اللي كتكون عليه، كتكون خاتره وكتكون الملوخيه طلقات مزيان ديك الماده اللزجه ديالها. دابا غادي نطفي عليها وغادي نقدمها. كما قلت لكم راه هي مرقه في الاصل، كاين اللي كياكلها مع الروز، ولكن انا فاش كريتها عجبتني كشوربه. كنت دائما كناكلها كشوربه، وقلت علاش لا ما نحضرهاش في هذا الشهر المبارك كتغيير الشوربات الاعتياديه اللي كنديروهم دائما، وهي صحيه سواء الطريقه ديال الطبخ كما شفتوا او لا المكونات ديالها. كنصحكم تجربوها، غادي تعجبكم بزاف. بالنسبه للملوخيه الجافه راه تقدروا تلقاوها في البيم ولا عند الناس اللي كيبيعوا التوابل والاعشاب.
وإلا لقيتوها حتى خضراء راه نفس الشيء، ما كاينش فرق نهائيا. هكا كنكون وصلت معكم الى نهاية الفيديو.